استهل منتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس إفريقيا المحليين بفوز عريض 3-0 على منتخب أوغندا صاحبة الأرض ضمن الجولة الأولى من المنافسة. وسجل المنتخب الوطني الهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق أيوب غزالة، والهدف الثاني عن طريق عبد الرحمن مزيان في الدقيقة 76، وأحرز الهدف الثالث سفيان بايزيد في الدقيقة 79. وفي الجولة الثانية واجه المنتخب الوطني نظيره الجنوب إفريقي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليواصل أشبال المدرب مجيد بوغيرة تصدرهم المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط. وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني اللاعب بالحسيني في الدقيقة 29، ثم عادل منتخب جنوب إفريقيا النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب كوتوميلا. وفي الجولة الثالثة سيواجه المنتخب الوطني الجزائري منتخب غينيا يوم الجمعة القادمة 15 أوت 2025 على الساعة 3 بتوقيت الجزائر و5 بتوقيت السعودية ومصر، وتنقل المباراة على قنوات بين سبورت. أما جدول ترتيب المجموعة الثالثة فسيكون كالتالي: المرتبة الأولى الجزائر برصيد 4 نقاط، المرتبة الثانية لأوغندا برفقة غينيا برصيد 3 نقاط، وجنوب إفريقيا في المرتبة الرابعة برصيد نقطة واحدة، والمرتبة الأخيرة من نصيب النيجر بدون نقاط. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.